برضه مصر تكمل السلسله دي معايا؟ على العموم يعني ما تقلقش، قربنا نخلص، مش فاضل كتير. بس انا عندي ليك سؤال صغير، انت متاكد انك فتحت الفيديو ده بمزاجك؟ هنشوف. خلينا نتخيل مع بعض مثال صغير. انت عندك امتحان الصبح واسم الله عليك يعني ما ذاكرتش كلمتين على بعض، مش عارف يعني يا سعاد ما لقيتش غير ليله الامتحان اللي تخش تكلمك فيها، هي كرفالك بقالها 3 شهور. يلا ما علينا. المهم يعني سيادتك ما ذاكرتش وقعدت تستهبل انت وسعاد، ورحت الامتحان تاني يوم الصبح ودخلت اللجنه. وطبعا مش محتاج اقول لك على منظرك لما عرفت ان الدكتور قرر فجاه يخلي الامتحان كله سؤال واحد واجباري، ويتقفل الامتحان يا اما تشيل الماده. الحقيقه هو ما قررش فجاه ولا حاجه، انت بس ما بتفتحش جروب الدفعه. طيب يا عم اللي حصل حصل، هتعمل ايه بقى؟ هتهبد؟ امتحان اختياري اصلا. ماشي يا عم، اختياري يا صابت يا 2 عور. المهم يعني سيادتك اخترت الاجابه اللي حسيت انها صح وسلمت الورقه ومشيت فالح. بغض النظر بقى عن النتيجه لانها مش بتاعتنا، بس لازم نسال سؤال، تفتكر كل اللي حصل ده كان بمزاجك؟ اصلك ما اخترتش شكل الامتحان، ما اخترتش ميعاده اللي زنقك، ما اخترتش ان سعاد تخش تكلمك ليله الامتحان، وما اخترتش اصلا انك تمتحن. ده كل اللي انت كنت عايزه ان انت تنجح وخلاص، يعني من غير امتحان ولا القلق ده كله. فكده نقدر نقول ان كل حاجه حواليك غصب عنك، وان انت ما اخترتش اي حاجه. اصلك لو تقدر تختار هتختار انك تنجح على طول من غير القلق ده. فكده انت في قصتك انت مسير، ما اخترتش حاجه، والظروف اللي حواليك هي اللي اجبرتك على كل ده. بس في نفس الوقت انت ما حدش ضربك على ايدك، يعني ما حبكتش يعني ترد على سعاد ليله الامتحان. يا اخي كنت علقها زي ما هي معلقاك بقى لها اسبوع. محدش قال لك تستهبل طول السنه وما تذاكرش، محدش رفع عليك سلاح عشان تخش اللجنه مثلا يعني. وده معناه ان عندك القدره انك تختار. طب دلوقتي السؤال اللي مش عارفين نجاوب عليه ده، هل الاحداث دي كلها كان بمزاجك ولا غصب عنك؟ بمعنى تاني، هل انت مسير ولا مخير؟ اوكي، احنا استنتجنا من الحلقات اللي فاتت اننا في اختبار، وطالما احنا في اختبار فده معناه ان احنا لينا حرية الاختيار الكاملة عشان الاختبار ده يبقى عادل. فكده نقدر نقول انك مخير، وطالما قلنا انك مخير فده معناه انك كل الاراده، انك تقدر تختار كل حاجه. انت اللي اخترت تمتحن، وانت اللي اخترت ميعاد الامتحان، وانت كمان اللي منقي الاسئله. انت حتى ينفع تختار تنجح وانت مجاوب غلط. طب كده اصلا بقى فين الاختبار؟ ده انت كده بقيت كل الاراده، يعني في جزء مش محدود، وده احنا اثبتنا في الحلقه الثانيه انه ما ينفعش. واصلا كونك مش محدود فده معناه ان مفيش حاجه تسيطر عليك، مفيش اختبار اصلا، ده انت كده بقيت اله. ايه نستنتج من كده ان انت ما ينفعش تبقى مخير. عارف ان الاجابه ما عجبتكش، فيعني هقول لك حاجه، احنا ممكن نركن الموضوع ده على جنب دلوقتي ونشوف الناحيه التانيه، يمكن الاجابه اللي فيها تعجبك. على الناحيه التانيه بقى، احنا استنتجنا في الحلقات اللي فاتت ان الاله كل الاراده، يعني كل حاجه بتحصل بتبقى بمشيئته وبموافقته، كل حاجه. فتخيل معايا كده ارادتك تعارض اراده الاله لاي سبب، كده مين اللي كلامه هيمشي؟ لو قلنا ان كلامك انت اللي هيمشي فده معناه ان انت اللي ارادتك مطلقه والاله هو اللي ارادته محدوده، وبالتالي بقى محدود. ينفع الاله يبقى محدود؟ طب ولو قلنا ان كلامه هو اللي هيمشي، ده هيبقى معناه ان كل حاجه بتحصل لنا هتكون خارجه عن ارادتنا، وان احنا مجرد بننفذ المكتوب، يعني مسيرين. فانت حسب الرؤيه دي مجرد شخصيه في روايه الكاتب بيتحكم فيها وفيه، وده حسب مفهوم الجبريه ناحيه القدر، ان القدر مكتوب او معروف، وعشان هو مكتوب فاحنا بننفذ المكتوب ده، ملناش اراده مستقله. عارف ده معناه ايه؟ انك لو دخلت الامتحان عشان تمتحن فانت مش بس مجبر على ميعاد الامتحان وشكله، ده انت كمان كنت مجبر على الاجابات اللي جاوبتها. وده معناه ان الاختبار اللي انت فيه ده اختبار وهم، وان الاله بيحاسبك على حاجات انت ما اخترتهاش وكمان بيعاقبك عليها. دكتور سقطك على اجابات هو اصلا اللي اجبرك عليها، مزاجه كده يا عم. فهنستنتج من كده بقى ايه؟ ان الاله ده بقى ظالم، وطالما الاله ظالم يعني عنده عيوب، يعني محدود، وطالما الاله محدود يبقى مين اللي خلقه؟ واللي خلقه ده بقى مين اللي خلقه؟ يبقى احنا كده هدينا كل اللي فات. تقول لي طب وبعدين بالشكل ده احنا لو قلنا ان احنا مخيرين فده هيبقى معناه ان الاله كل العدل بس محدود الاراده، ولو قلنا ان احنا مسيرين وان هو كل الاراده فده معناه انه مش عادل يعني ظالم. طيب الحل دلوقتي ان احنا نقول ان اصلا مفيش اختبار، وان كلنا مسيرين في الروايه دي وكل واحد بينفذ دوره، وبالتالي مفيش حساب اخروي، مفيش لا جنه ولا نار. من الاخر كده الاله هنا مجرد روائي بيسلي نفسه، وده معناه ان افتراضاتك الحلقه اللي فاتت كلها ملهاش اي لازمه ومفيش حاجه اسمها دين. نرجع بقى للربوبيه تاني، ما هو لو ما قلناش كده العدل هيبقى بيتعارض مع الاراده. طب ما انت كلامك دلوقتي برضه بيتعارض مع العدل، وهقول لك ليه. لان لو عندك في الروايه شخصيه بتظلم شخصيه تانية وفيهم شخصيه بتعاني، فده معناه انك بتستمتع بمعاناه الشخصيه دي، تظلمها وبتضحي بيها من غير اي تعويض ليها او عقاب للي بيظلمها، لان الاتنين مسيرين ومش بمزاجهم. فكده بقيت ظالم برضه وما حلتش المشكله. حته سد صح؟ ايه لا مش صح، وهقول لك ليه.
مشكلتك انك من اول الحلقه كنت معتبر ان الاختبار وطبيعه الاختبار بتبقى في كل حاجه، وده مش حقيقي. ما ينفعش الموضوع يبقى يا ابيض يا اسود، مش هتنفع. عشان تفهمني اكتر، فطبيعه الاختبار بتستلزم ان الطالب ما يختارش الاسئله وميعاد الامتحان، والا هيبقى اصلا فين الاختبار؟ الطبيعي ان الطالب ما يختارش غير اجابته، فهو مخير في الاجابه لكنه مسير في الاسئله. فانت ما اخترتش ان سعاد تبعت لك في الوقت ده بالذات، لكن اخترت بارادتك انك ترد عليها. ما اخترتش انك تمتحن، لكنك اخترت بارادتك انك تخش كليه، فلازم هتمتحن وهكذا. هتقول لي تمام، بس في مشكله صغيره انت لسه سايبها من شويه. في حاله تعارض الاراده ما بيني وما بين الاله، مين اللي كلامه هيمشي؟ بص، احنا مش قسمناها جزئين وبقينا مسيرين في حاجات ومخيرين في حاجات؟ ايوه. طيب يبقى في الحاجات اللي احنا مسيرين فيها، انت اكيد عارف ان اراده الاله هي اللي بتتنفذ، لان احنا مسيرين وما بنختارش في الحته دي. تقدر تقول لدكتور مثلا انت ليه حطيت سؤال زي كده؟ غيره؟ ما تقدرش. طب وفي نقطه التخيير؟ في نقطة التخيير بقى أصلا يعتبر مفيش أي تعارض، لأن إرادة الإله هنا هي إنك تختار اللي أنت عايزه، فحتى هو لو مش حابب إجابتك فعدله بيخليه ما يغيرهاش. مش هيقولك لأ غير الإجابة دي مش عجباني، مش هتحصل. فهنا أصلا فكرة التعارض بين إرادتك وإرادته مستحيلة، وبكده نكون جمعنا ما بين العدل المطلق والإرادة المطلقة. إيه رأيك بقى؟ طب بالنسبة لحاجة زي القدر، موجود في ديانات كتير قوي، هي دي بتقول ان كل حاجة مكتوبة اصلا من قبل ما نعملها. فانا الاختبار في كده، ما اللي انا هعمله مكتوب اصلا ان انا هعمله من قبل ما اتولد حتى. طيب احنا مش قلنا ان الاله ده كل المعرفة كل العدل، وان لازم يكون فيه اختبار، وقلنا ان الاختبار ده لازم يكون فيه اختيار والا ما يبقاش عدل؟ حلو قوي. يبقى لما نقول ان في قدر مكتوب فيه كل عمايلنا اللي هنعملها من قبل ما نتولد، هل ده معناه اننا بنتصرف التصرفات دي عشان هي مكتوبه، ولا عشان هو عارف ان احنا هنتصرف التصرفات دي فراح كاتبها؟ زي ما الدكتور كده يقول لك ابقى قابلني مفلحت، هل ده معناه ان هو السبب في انك مفلحتش، ولا عشان هو عارف اللي فيها؟ ففكره القدر بالنسبه للمؤمنين بيها هي ان القصه مكتوبه من قبل الاله عشان هو عارف ان هي هتحصل، مش بتمشي كده عشان هو كتبها كده. فاهم الفكره؟ الشاهد من كل الكلام اللي احنا قلنا ده انك مش مخير ومش مسير، انت مخير ومسير الاثنين، وهو ده اللي بيميزك كانسان جوه اختبار. يعني مخلوق زي الملائكه مثلا في بعض الديانات بيكون مسير بالكامل، ما بيرتكبش اخطاء، لا عنده اراده ولا عنده شهوه، وبالتالي قدرته نفسها ما هياش ملك، هو مجرد بس بينفذ خط سريان الاحداث من غير اي اختيار منه، وبالتالي لا بيتعاقب ولا بيتكافئ. على الناحيه التانيه بقى عندك الاله كل الاراده وكل القدره، هو العله الاولى لكل حاجه، وهو صاحب الاراده والقدره الغير محدوده، فده هو الكائن الوحيد المخير، او عشان اكون دقيق معاك المخير بالكامل. وبالتالي هو اصلا اللي بيحط الامتحان، فلا هو بينجح ولا بيسقط، لانه هو الدكتور. فهنا انت مش اله عشان تكون مخير بالكامل، وفي نفس الوقت انت مش ملاك عشان تبقى حياتك كلها بدون حريه الاختيار. طب ما احنا لسه قايلين ان لازم عشان الاختبار ده يبقى عادل ان يبقى عندنا حريه الاختيار الكامله. اقول لك لا، احنا ما قلناش كده، احنا قلنا حريه الاختيار الكامله في الاجابات بس. فمش شرط عشان الاختبار يكون عادل اني اسيبك تختار ميعاد الامتحان او شكله او صعوبه او سهوله اسئلته. دي كلها عوامل بترجع لي انا كشخص بيحط الامتحان، ومالكش اي حق انك تتدخل فيها، وما تقدرش تقول اني اجبرتك او بظلمك، لان انت اللي هتختار اجاباتك مش انا. بس انت ما ينفعش تختار الاسئله، انا بس مجرد نظمت الاختبار. فهمت؟ شفت بقى حريه الاختيار اللي كانت دماغنا دي؟ اهي دي نفسها بيترتب عليها مشكله تانية، وفي نفس الوقت بيترتب عليها الحل. فتاكد انك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان اول ما الحلقه دي تنزل توصلك. وبس كده، انا عمرو جميل وده على ورق. السلام عليكم.